تعليق تاريخي من كابتن محمد أبو تريكة بعد تعادل النادي الأهلي اليوم مع فريق إنبي بهدف لهدف وفقد نقطتين مهمين في الصراع على الدوري، ورسالة هامة من أبو تريكة لعماد النحاس والرسالة قوية للاعبين قبل فوات الأوان، حيث قال أبو تريكة تصريح مهم جدا جدا، ولكن أتمنى من كل أهلاوي لإنقاذ النادي الأهلي فيعمل لايك. اعمل لايك مهم يا اهلاوي وشير للفيديو في كل مكان. كلام مهم جدا جدا من ابو تريكة، حيث قال تريكة: الأهلي فاقد الروح والشراسة، ولا إرادة ولا عزيمة للمكسب. لا، في حاجة غلط في النادي الأهلي، اللعيبة على أرض الملعب ملهاش شكل ولا هوية. المفروض الروح بتعوض حاجات كتير فنية، لكن ده مش موجود في لعيبة الأهلي، والمفروض هم مش ناقصهم حاجة. وأكمل تريكة: لما كنا بنخسر ماتش كنا بنتمنى إن تاني ماتش يكون بكرة علشان نمحي الصورة بتاعتنا. ده حصل في الشوط الاول النهارده، ولكن ما حصلش خالص في الشوط الثاني، وتراجع رهيب في المستوى. والفكره كلها في الاصرار والرجوله انك تكسب. في لعيبه كانت بتحاول لاخر دقيقه، ولكن في لعيبه كتير النهارده رتمها واحد، كسبنا خسران متعادل مش في دماغه. واكمل تريكة: انا مستعجب من اللعيبه الكبار اللي في النادي ولعيبة منتخبات ومش عارفين يباصوا اصلا في ارضية الملعب، كده في حاجة غلط، اصل دي اساسيات الكورة. واكمل تريكة: لعيبة مفيش واحد فيهم عنده دم ولا نخوة، من اول كابتن الفرقة اللي شايل الشارة على الفاضي ومالوش اي دور ان هو يفوق ولا يصحي الفرقة، للكابتن التاني اللي مسجل جول ومضيع قصاده 50 جول وبيعمل لنا هوس، كله بيقبض ملايين ومش فارق له الفرقة، وكل لاعب نازل بيلعب لنفسه، ومدرب واضح انه في مشاكل مش عايز يطلع المعلمين اللي في الفرقة علشان بيخاف. واكمل ابو تريكة: مش ده اداء ولا روح لعيبه النادي الاهلي. بطالب الكابتن وليد صلاح الدين يجيب جدول الدوري ويعلقه للعيبه في اوضه اللبس. بقول للكابتن عماد النحاس: لو الملعب فيه معلمين خرجهم وقعدهم بره واستعين بلعيبه جعانه كوره.